چهاردهم نویزگاه فنی عقد كونفرنس بخصوص الأمن في الرقة له معاني ودلالات تعبر عن حقيقة الثورة اللي عشناها واللي ما زلنا نعيشها. بداية أنحني إجلالا وإكبارا أمام ذكرى الشهداء الذين لولاهم لما وصلنا إلى هذا اليوم ولما تمكنا من عقد هذا الكونفرنس وحضوره. كما أحيي عوائل الشهداء وعموم شعبنا المقاوم اللي شارك بجميع المجالات لتطوير الثورة وتطوير هذا النظام الديمقراطي الذي يدعو إلى أخوة الشعوب والتعايش المشترك. كما أحيي جميع القائمين على المؤسسات الأمنية والعسكرية والتي حمت المجتمع والمنطقة وضحت بكل غالي ونفيس من أجل حماية جميع مكونات المنطقة. أحيي أعضاء الأصايش والأمن الداخلي بشكل خاص وأتمنى لهم النجاح في مهامهم وتطوير مهامهم بشكل مؤسساتي للقيام والنجاح والنصر في مهامهم المتعلقة بالأمن والاستقرار. وأخص بالذكر هذا الكونفرنس الذي هو الكونفرنس الأول على مستوى شمال سوريا ويهدف لاستتباب الأمن والاستقرار، وهي خطوة جبارة وخطوة نوعية ستؤدي إلى نتائج من شأنها أن تؤثر بشكل إيجابي على الوضع العام في المنطقة. كما تعلمون منذ 2010 في مناطق الشرق الأوسط نهج مختلف يعتمد على بناء مجتمع ديمقراطي، مجتمع حر، مجتمع يعتمد على فلسفة الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب، ولم نبحث عن حلول ترضي الطموح والمطلب الكردي فقط، بل تعدى ذلك لأن نحقق حياة تعيش فيها جميع الشعوب والمكونات معا بشكل مستقر وآمن. الكرد يحصلون على حقوقهم المشروعة، لكن إلى جانب الكرد العرب والسوريان والتركمان والآسور وجميع المكونات نحيا معا، نعيش معا في ظل جو ديمقراطي. ولهذا تم اختيار هذا النهج وتم البدء بالثورة عبر الاعتماد على التوجه نحو أن يمتلك هذا المجتمع إرادته الحرة، أن يدير نفسه بنفسه. وكي يتمكن من ذلك كانت إحدى أهم المؤسسات التي يمكن لها أن تساعد على حماية هذا المجتمع وأن يتمكن هذا المجتمع من بناء نفسه وطاقاته وإمكانياته وإدارة نفسه بنفسه كانت مؤسسة الأصايش، والتي الآن ونتيجة التوسع والتطورات الحاصلة نحن لن نكتفي بتسميتها بالأصايش، بل نقول أو نسميها بالأمن العام الداخلي أو الأمن الداخلي لعموم المنطقة. وهذا يعبر عن أن هذا السيستم أو هذه المؤسسة لم تعد حكرا على منطقة معينة أو على تنظيم أو مكون معين، بل باتت لعموم شمال سوريا. تعقدون كونفرنسكم هذا في ظل أجواء وتطورات وصراعات حساسة
ومهمة. فكما تعلمون تركيا دخلت على الخط، وتركيا احتلت جزء من سوريا، احتلت المدينة الرائعة وجنة شمال سوريا، احتلت عفرين بعد مقاومة استمرت ل 58 يوم، وما زالت المقاومة مستمرة. لكن في ظل هذه الأجواء لا يمكن نسيان أن عفرين محتلة ولا بد من تحريرها. من جهة ثانية ما زالت التهديدات مستمرة، الترك يهددون وحلفائهم يهددون، داعش تهدد والمجموعات الأخرى المرتزقة هم أيضا يهددون، النظام يهدد، كثير من الأطراف تهدد، وهذا يدعونا إلى أن نؤمن ونعمل من أجل ترسيخ وتقوية الحماية والدفاع، وخصوصا الحماية والدفاع الداخلي. في هذه الحالة أود أن أخص بالذكر ما يقوم به النظام وبعض من أزلامه في المنطقة من خلال محاولة تأليب بعض الشخصيات والأطراف ضد هذه التجربة، ضد هذه الإدارة. يحاولون خلق الفتن، يحاولون نشر الإشاعات والأكاذيب حول عودة النظام وحول أن النظام سيعود كما كان سابقا. لكن أود أن أؤكد هنا، لو النظام عاد سابقا كما كان سابقا لما حصلت الثورة أساسا. لو كان ذلك جيدا ومرحبا به لما انتفضت عموم الشعوب السورية، لما حصلت الثورة بالأساس. لو كان نظاما إيجابيا وجيدا ويتقبله الشعب السوري لما انتفض الشعب السوري وقال كلمته داعيا إلى إسقاط النظام. لذلك لنكن واقعيين، النظام بصيغته المركزية والاستبدادية المعتمد على الحزب الواحد، القومية الواحدة، الحكم الواحد، المركز الواحد، هذه الأمور كلها باتت مرفوضة ولا يمكن القبول بها. إن أردنا أن نعيش بسلام الخيار الوحيد هو بناء سوريا ديمقراطية، وبناء سوريا ديمقراطية لا يمكن أن يتحقق عبر تسميتها بقومية واحدة وبدين واحد ومذهب واحد وتوجه واحد وحزب حاكم واحد، لا يمكن ذلك. وإن أصروا على ذلك فسوريا ستطول مدة معايشتها لهذا الواقع المرير. نحن نبحث عن حل ونسعى للحل، ولا نحبذ ولا نريد الحلول العسكرية والصراعات الدامية. وإن كنا لجأنا للخيار العسكري لم يكن خيارا اخترناه نحن، بل كان وما زال دفاعا عن النفس، دفاعا مشروعا عن جميع المكونات وعن المنطقة. والآن إن كنا نحارب في الجبهات وإن كنا نطور نظام الحماية والدفاع ليس لأننا نبحث عن الحل عبر الخيار العسكري، بل هو فقط للحماية والدفاع. أما الحل فنحن نؤمن بأنه هو يتم عبر الحوار والتفاوض، يتم عبر الجلوس على طاولة المفاوضات. صرحنا
في هذا الكونفرنس. نحن نفضل الخيار التفاوضي والحوار، وجاهزين للتفاوض حول مستقبل سوريا، حول سوريا الديمقراطية التي نسعى لإنشائها وتطبيقها. وطبقنا نموذجا من سوريا الكبرى في مناطقنا في شمال سوريا وفي روجافا. لذلك يمكننا التفاوض، وهذا التفاوض إن تم هو تفاوض مبدئي مبني على مبادئ البحث عن حلول ترضي عموم شعبنا. لكن النظام بالرغم من بعض التصريحات لم يتحرك لغاية اللحظة، ولم تبدأ هذه الحوارات أو المفاوضات، ولا نعلم إن كانت ستتم أم لا. قد تكون خطوة تكتيكية منهم أو قد تكون جادة، لا نعلم، ولكن لغاية اللحظة لم تتم أي مفاوضات. الملفت للنظر أن بعض الأطراف تسعى إلى الترويج لبعض الأمور التي لم تحدث بالأساس، وحتى أن البعض نشر شروطا وبنودا للاتفاقيات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر مواقع الإنترنت، مع العلم أننا لم نلتقي حتى يتم المناقشة حول هذه الأمور. والمهم في الأمر هنا أود التأكيد على أننا يجب أن نكون دائما جاهزين لجميع الاحتمالات، جاهزين لجميع الاحتمالات العسكرية والأمنية. فالقوى الرافضة للمشروع الديمقراطي كثيرة، وأولهم النظام. نحن مستعدين للتفاوض، لكن يجب أن نكون مستعدين أضعافها للحماية والدفاع، وهذا ما نحن بصدده. إن تم فسيكون خيرا، وإن لم يتم سيكون استمرارا للنضال والثورة، وما تحقق إنجاز، لكننا نسعى إلى إنجاز أكبر منه. ما تحقق هو ثمرة دماء الشهداء، ولن نفرط فيه، ولا يحق لأحد ولا يمكن لأحد التفريط أو التنازل عن تضحيات دماء الشهداء وتضحيات عموم شعبنا. على هذا الأساس أتمنى لكونفرنسكم النجاح، على أمل أن نتوصل إلى صيغة مؤسساتية متطورة تتمكن من تنفيذ مهامها الأمنية والحماية والدفاع على أكمل وجه، بحيث لا تميز بين أي مواطن أو أي طرف أو أي مكون أو أي جهة، وتتعامل مع الجميع بنفس المستوى ونفس الأداء، وأن تكون في خدمة عموم شعبنا بجميع مكوناته، أن تكون الحارس الأمين على ما تحقق من إنجازات.